مشكلتي دايما مع الانجكشنز ان هي ما بتديش في كتير من الاحيان التغيير المطلوب او الكبير اللي انا بشوفه كجراح تجميل بعمل عمليات زي شد الوجه، زي التجميل الانف والبادي كونتورنج او نحت القوام. التغيير الكبير ده خلى عينيا ما بتستجبش لاي نوع من انواع البايوستيميوليتورز او انواع الحقن اللي بتروج ليها كتير من الشركات. لكن مؤخرا ظهر بعض الانواع الجيده جدا اللي هنتكلم عنها في فيديوهات تانية، اللي بتؤدي لنتائج جيده في بعض الحالات اللي لازم نختارها بدقه، مش كل الحالات. برضو قانون اخير، مفيش حاجه مكان حاجه، كل حاجه وليها الانديكيشن بتاعها. يعني البايوستيميوليتورز ممكن نستخدمها في سن اصغر، ترهل اقل، لكن لو ترهل كبير هنلجأ للجراحه. مش خناقه، ولكن هي ايه الانسب لوشك ولجسمك. تابعونا في الفيديوهات اللي بعد كده عشان نتكلم عن بعض البرودكتس اللي بتأدي لنتائج جيدة جدا وغيرت شوية فكرتي عن الانجكشنز.